زمان كان الحب بيبدأ بنظرة، دلوقتي بقى بيبتدي برياكت، وكان بينتهي بدمعة، بس دلوقتي بقى بيبتدي بأنسين مسج. احنا عايشين في عصر العلاقات الرقمية، العصر اللي بقى فيه الكلام أسهل من الفعل والبلوك أسرع من الاعتذار. عالمة النفس شيري توركل بتقول في كتابها الوحدة معا إن التكنولوجيا خلتنا قريبين شكليا، بس فعليا أبعد من أي وقت مضى. واللي بيحصل ده اسمه الارتباط العاطفي السطحي. ده مصطلح في علم النفس بيتوصف بيه العلاقات اللي مبنية على رسائل وسكرينات مش على مواقف حقيقية. النهاردة ممكن تتكلم مع حد بالليل وتكونوا عاملين زي الأحبة، تصحى تاني يوم تلاقيه مشي من غير سبب ولا حتى كلمة باي. المشكلة مش في السوشيال ميديا، المشكلة إن إحنا بقينا بندور على أسرع إحساس مش أصدق إحساس. بقينا نرتبط عشان لما نملى الفراغ مش نكمل الحياة. بقينا نبعت وحشتيني لأي حد وننسى نعيش شعور أنا فعلا وحشتك بجد. في دراسة اتعملت في جامعة نيويورك بتقول إن 72% من العلاقات اللي بتبتدي أونلاين بتنتهي في خلال 3 شهور. ليه بقى؟ لأن السرعة اللي بدأت بيها هي نفس السرعة اللي انتهت بيها. وانت قاعد بقى بتراجع الشات القديمة بتاعتك وبتكتب، هو احنا فعلا كنا بنحب بعض ولا كنا بنحاول نهرب من وحدتنا سوا؟ اسأل نفسك قبل ما ترتبط بشخص من ورا شاشة. لو تليفونه فصل هتعرف توصل له؟ لو حصلت أزمة هتعرف تلاقيه جنبك؟ الحب الحقيقي بيبان وقت الجد، مش وقت الفلترز والإيموجيز. أنا مخلص جويش، وهي دي بقى الخلاصة.